امتى مشكله باقي الفراش بتكبر؟ مش لما اعداد الحشره بتكتر، بس لما نتصرف مع المشكله بطريقه مش مظبوطه. خليني اشرح لك الموضوع. مشكله باقي الفراش ليها 3 مراحل مختلفه، وكل مرحله ليها الحل المناسب ليها. اول مرحله دي بتبقى اصابه موضوعيه. يعني ايه اصابه موضوعيه؟ يعني الحشره موجوده في بؤره واحده، غالبا بتبقى موجوده يا اما في خياطه المرتبه، يا اما في الملل، يا اما في زاويه السرير. القرص بيبقى بسيط ومتقطع، يعني مش كل يوم بشوف الحشره ومش كل يوم بحس بالقرص، ولو حسيت بقرص بيبقى واحده او اتنين اللي بشوفها. دي اسهل مرحله ممكن اسيطر فيها على حشره باقي الفراش. بس هنا بيحصل اول خطا، العميل بيبدا يجيب مبيدات ويبدا يستخدم المبيدات بنفسه من غير لما يفحص او يتاكد ان المبيد ده اصلا مناسب ولا لا. المشكله ان باقي الفراش مش بيعيش دايما على السطح، يعني ما بتلاقوش موجود على سطح الخشب بس، ده كمان بيبقى موجود في الشقوق ما بين الزوايا والاركان. يعني بيعيش جوه فتحات ضيقه جدا جدا جدا، صعب ان انا اشوف من خلالها هل الحشره موجوده هنا ولا لا. والاهم من الحشره بيبقى فيه طور موجود اسمه البيض. البيض ده بيبقى صغير جدا وبيبقى لازق في الاخشاب ومش بيتاثر بسهوله، لان اغلب المبيدات اللي موجوده ما بتاثرش على البيض. لازم يبقى ليه مبيدات مخصصه تقدر ان هي تمنع فاسده. تاني مرحله هي الانتشار الصامت. لما بيحصل رش عشوائي مش كل الباقي بيموت، العميل بيقلل اعداد الاصابه، يعني العدد اللي موجود من الحشره بيبقى قليل، او بيقدر ان هو يقتل عدد كبير من الافات، بس جزء كبير من الحشره بيبدا ان هو يهرب يعني يستخبى في اماكن اعمق وابعد من إن العميل يرشه، زي قوايم السرير، ظهر السرير، النجف، الخشب، الزوايا، الكنب لو في كنب جنب السرير او كراسي، حتى الشنط وخلف الصور. يعني لو عندك اي صوره حائط ممكن الحشره تجري عليها. كل الاماكن دي اللي انت تقريبا ما جيتش جنبها او ما جربتش انك انت ترش عليها. في المرحله دي القرص ممكن يزيد شويه، بس المشكله لسه مش واضحه قوي، لسه العميل ما قالش ان انا فعلا عندي مشكله حقيقيه مع حشر باقي الفراش. الناس بتفتكر ان الرش فعلا جاب نتيجه وان الاعداد بدات تقل، بس المشكله هنا مش في ان الاعداد تقل، المشكله هنا ان الحشره بدات تتحرك من المكان اللي هي موجوده فيه. تالت مرحله دي اللي هي الانتشار. بعد فتره البيض بيبدا يفقس تقريبا خلال اسبوعين حسب درجه الحراره، يعني هتبدا تظهر حشرات معانا صغيره. يعني الحشره هيبدا يظهر منها الجيل الثاني بتاعها، حشرات بتبقى صغيره جدا وممكن ما تشافش. وهنا تحصل المشكله، العميل يقول ان الحشره رجعت تاني. هي الحشره ما رجعتش تاني، هي الحشره اصلا كانت موجوده في طور مش ظاهر معاك اللي هو البيض. كمان الاستخدام المتكرر من نفس نوع المبيد لنفس الماده الفعاله بيخلي الجيل اللي طالع واخد مقاومه تجاه المبيد ده. عشان كده لما تيجي تاني بعد 10 ايام ولا 15 يوم تجرب ترش نفس المبيد ما يجيبش نفس الفعاليه اللي جابها اول مره. ده مش عيب منك او عيب من المبيد، ده المشكله ان الحشره بدات تكتسب مقاومه تجاه المبيد ده، يعني بقت اقوى منه. وللاسف بما ان اغلب المبيدات اللي موجوده في السوق محدش يعرف الهويه بتاعتها شكلها عامله ازاي، يعني محدش عارف الماده الفعاله، بالتالي ممكن تجيب اكتر من مستحضر باكتر من اسم تجاري، بس للاسف نفس الماده الفعاله، فتحس ان انت جربت مبيدات كتير بس ما جابتش معاك نتيجه. للاسف انت ما جربتش مبيدات كتير، انت جربت ماده واحده بس اسماء تجاريه مختلفه. عشان الاصابه ما تكبرش منك لازم تتاكد تماما انك بتعرف تفحص كويس كل اماكن الحشره اللي موجوده فيه. تفحص الزوايا والاركان والاخشاب، هات معاك كشاف قوي عشان تقدر تشوف بوضوح اللي جوه الاخشاب. ما تنقلش العفش او تحركه من مكانه او تطلعه في الشمس، علشان ده ممكن يزود معاك المشكله مش يقللها. ما ينفعش ترش مبيدات ورا بعض كل يوم، لازم تسيب على الاقل خالص من 10 ل 15 يوم عشان تبدا تعرف هل فعلا المبيد ده جاب نتيجه ولا لا، عشان الحشره ما تاخدش تركيزات قليله من المبيد فتكتسب مقاومه اسرع. ما تعتمدش على رش واحد وتقول ان ده المعجزه، لان في حد غيرك جربه. لازم تعرف الماده الفعاله كويس جدا 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 علشان ما تكررش نفس الماده الفعاله مره تانية. اصابه باقي الفراش ما بتكبرش من يوم وليله زي ما بعض الناس بتقول، ولا تصحى تاني يوم الصبح تلاقي فيه الاف من الحشرات موجوده عندك في السرير. هي بتكبر مع الوقت، والمشكله بتكبر اكتر لما نتعامل معاها بشكل مش مظبوط. المشكله مش في الحشره، المشكله في تعاملنا الغلط معاها. لو عايز تعرف اكتر عن باقي الفراش تواصل معانا.